تتوزع موانئ الصيد البحري عبر الساحل الجزائري بولاياته 14 الممتدة من الطارف شرقا إلى تلمسان غربا. ويغلب نشاط الصيد البحري على هذه المنشآت الحيوية بكل فروعه ومهنه، بالإضافة لنشاطات النزهة والرياضات البحرية. ولتسيير الموانئ لا بد من هيكل إداري في مستوى أهمية القطاع، وهو ما تقوم به شركة تسيير موانئ الصيد البحري SGPP، التي تعرفكم كاميرا برنامج بحار في هذا العدد على دورها وعملها. شركة SGPP هي شركة تسيير موانئ الصيد البحري والنزهة المتواجدة على مستوى الشريط الساحلي عبر 14 ولاية، بها بالوحدات تاعها اللي تواجد وحدة في كل ولاية تشرف على التنسيق محليا لمتابعة وتطوير واستغلال هذه الموانئ اللي خصتها يعني الدولة لقطاع الصيد البحري أو نشاطات النزهة أو النشاطات الرياضية. ما يخفالكش أنه الميناء يعتبر قاعدة جد هامة يعني اللي تنطلق منها عدة نشاطات. النشاط يعني الغالب على مستوى موانئنا هو نشاط الصيد البحري، يجي بعده نشاط النزهة اللي هي الآن يعني سلطات تعمل على تطويرها من أجل خلق وبعث نشاطات جديدة تتعلق بالنزهة البحرية. كاين ايضا نشاط اللي هو نشاط بدا يعني يعرف ازدهار كبير، هو نشاط الرياضات البحريه. نشاطات مينائيه عديده واجراءات عمليه تشرف عليها الشركه وفق رؤيه استثماريه شامله تهدف الى تطوير موانئ الصيد البحري. قررت وزارة النقل يعني عن طريق شركتنا والمجمع الخدمات المينائية اللي يشرف على تسيير كل موانئ التجارية والصيد والبحري على المستوى الوطني بعث برنامج طموح اللي يتمثل أساسا في يعني تحسين الموجود أولا واستعماله بطريقة عقلانية، هذا كأول شرط. ثاني شرط هو أو ثاني محور في تطوير هذا الموانئ هو خلق يعني أماكن جديدة لاستيعاب يعني طاقات جديدة أو استيعاب أفكار جديدة كانت على مستوى المسطحات المائية يعني عن طريق أماكن رسو أو على مستوى اليابسة أيضا من أجل خلق وبعث والسماح لنشاطات اللي متعلقة مباشرة بالنشاط المينائي، يعني النشاط اللي نقدروا نمارسوه خارج الميناء أو يبقى خارج الميناء كدعم للنشاطات المينائية، أما النشاط اللي متعلق مباشرة بنشاطات الصيد البحري اللي لازم تكون داخل الميناء أو نشاطات النزهة اللي تكون داخل الميناء، يعني إحنا نحاول بشتى الطرق نسهلوا تنصيبهم يعني وإنجازهم على مستوى هذه الموانئ. ميناء النزهة على مستوى الصبلات مثال حي على مشاريع شركة تسيير موانئ الصيد البحري دعما لهذا الفضاء الاستراتيجي بالعاصمة. تجولنا في أرجائه ووقفنا على أشغال تهيئته المستمرة. المحطة البحرية كانت كنموذج أولي من أجل تعميمها على مستوى 5 موانئ كبيرة للسلطات العمومية عن طريق وزارة النقل سجلتها في إطار التوسع السياحي من أجل نشاطات سياحية راح تكون يعني كلها مركبة على بعضها يعني عن طريق شبكات يعني سي دي ريزو في المناطق التوسع السياحي اللي نذكر منها سطورة على مستوى سكيكدا ولاية سكيكدا،
ميناء تلايلف على مستوى بجاية، ميناء صبلت على مستوى الجزائر العاصمة، أيضا ميناء وهران في الجهة الغربية، ميناء مرصد بن مهيدي أيضا على مستوى تلمسان، اللي راح يكونوا إن شاء الله يعني هذو أقطاب من أجل خلق هذا النشاط الجديد اللي هو راح يكون اليوم سياحة محلية، يعني بعد مطاعم سفن مطاعم، سفن للنزهة كمرحلة أولى. ثاني مرحلة كنقل بحري بين يعني الولايات. هذه المحطة البحرية ستكون قطباً سياحياً مميزاً بالواجهة البحرية العاصمية، وفق تصور حديث يعكس الطابع البحري بكل تجلياته.